لم أكن أؤمن بالسحر حتى وجدت اسمي مكتوبا داخل قبر مغلق. اسمي ياسين، وهذه ليست قصة خيال، بل شيء عشته بنفسي، شيء غير حياتي إلى الأبد. قبل حوالي شهر بدأت ألاحظ أشياء غريبة في منزلي، أصوات خفيفة في الليل كأن أحدهم يمشي في الممر، أغراض تختفي ثم تعود في أماكن مختلفة. في البداية ظننت أنني أتخيل أو أنني متعب فقط، لكن في إحدى الليالي حدث ما لم أستطع تفسيره: تصاعد الأحداث. استيقظت على صوت همس، نعم، همس واضح كان يأتي من تحت سريري. تجمدت في مكاني، لم أستطع الحركة، ثم سمعت صوتا يقول باسمي: ياسين، لقد بدأ الأمر. قفزت من السرير بسرعة وفتحت الضوء، لكن لم يكن هناك أحد. في اليوم التالي قررت أن أخبر صديقي، لكنه قال لي شيئا أخافني أكثر: ربما أحدهم عمل لك سحر. ضحكت حينها، لكن قلبي لم يكن مطمئنا. الصدمة الأولى. بعد يومين وجدت شيئا غريبا أمام باب المنزل، كيس صغير ملفوف بخيط أسود. فتحته وكانت الصدمة، وجدت داخله صورتي وشعري وقطعة قماش مكتوب عليها اسمي. هنا بدأت أفهم أن الأمر ليس طبيعيا. ذهبت إلى رجل مسن في الحي معروف بأنه يفهم في هذه الأمور. نظر إلى الكيس ثم إليه وقال بصوت منخفض: هذا سحر مدفون، ومن وضعه يريد تدميرك ببطء. سألته: وماذا أفعل؟ قال: يجب أن نجد مكان الدفن قبل أن يفوت الأوان. وفي نفس الليلة أخذني إلى المقبرة القديمة خارج المدينة. أكثر لحظة رعبا. بدأ يبحث بين القبور، وفجأة توقف وأشار إلى قبر مهجور. قال: هنا. بدأنا نحفر، وقلبي يكاد يتوقف. وبعد دقائق وجدنا صندوقا صغيرا مدفونا. فتحناه ببطء، وفي تلك اللحظة صرخت من شدة الرعب. الصدمة الكبرى. داخل الصندوق كانت هناك ورقة مكتوب عليها اسمي وتاريخ، وكان التاريخ هو يوم وفاتي. لكن هذا ليس كل شيء، كانت هناك أيضا دمية ومغروسة فيها إبر في أماكن مختلفة. قال الرجل بصوت مرتجف: لقد تأخرنا، السحر بدأ بالفعل. النهاية المفتوحة المخيفة. منذ تلك الليلة لم أعد كما كنت، ما زلت أسمع الهمسات، وما زلت أشعر أن هناك من يراقبني. والأغرب من ذلك أن التاريخ المكتوب بقي عليه أيام قليلة فقط. خاتمة تخلي المشاهد يفكر. إن كنت تشاهد هذا الآن وتسمع شيئا غريبا حولك، فلا تتجاهله، لأن بعض الأمور تبدأ همسا وتنتهي بكارثة.